رجعت لكم بفيديو عن مقابلات للمصارعين حصلت وقلبت بشكل غريب جدا، اللي حصل فيها تطاول، واللي واحد قال لمراته انت مش عارف جوزك عامل ازاي معاكي زي ستيفاني ماكمان ما تقال لها. تعالوا كده اقول لكم الليست دي وانا هقول لكم الفيديو ان شاء الله يعجبكم. اول حد معانا كيرت هينج سنه 1999. لما مصارع بيموت الخساره مش بتكون بس للجمهور، ده كمان الراجل ده عنده اهل وناس وكده، وكمان المصارعين بيضطروا يستحملوا وجعهم ورا الكواليس، وفي الغالب بيكملوا شغلهم عادي والعروض على الهواء عادي. في مقابله حصلت ورا الكواليس عرض دبليو سي دبليو نترو سنه 99. المذيع سأل كيرت هينج عن ماتشه الجاي مع بوكر تيم، فاللقاء كان ماشي عادي جدا لحد ما المذيع فجأة غير الكلام وقال له بقول لك ايه، سمعت عن الواد اللي اسمه ريك رود اللي مات ده؟ فجأة هينج رد كده، بس كان واضح جدا ان هو متفاجئ ومش مستني سؤال شخصي بالمنظر ده، واتكلم عن الناس اللي عملوا فلوس من ورا ريك رود وما جوش حتى الجنازه بتاعته، وبدأ يتضايق فعلا وده ظهر على الشاشه. وقبل ما يمشي فهم المذيع ان هو عدى الخطوط الحمراء، بس هو جاري في الكلام ورد عليه. اللي معانا بعد كده فينس ماكمان وميلاني بيلمان. من اكتر لحظات الصدمه اللي ما فيهاش اي احساس واللي عملها فينس ماكمان كانت مقابلته على الهواء مع ميلاني بيلمان. قبل المقابله دي 24 ساعه، كان يوم 5 اكتوبر سنه 97. المصارع اللي هو زوج الست دي كان اسمه براين بيلمان، كان مات في اوضه فندق كده وهو عنده 35 سنه، وكان مصارع على فكره. بس في نفس الليله دي المفروض كان يلعب ماتش ضد ميك فولي في عرض باد بلاد، والجمهور كان مصدوم طبعا ان الراجل مات خلاص. فاللي حصل بقى ان فينس ماكمان بمنتهى البجاحه جاب الست دي البيت وقعد يقول لها ايه، ولا في اللقاء يعني قعد يقول لها بس انت جوزك كان مدمن على فكره صح، وهتصرف عليه ازاي بعد كده؟ وهو على فكره اللي جاب لنفسه الكلام ده والموت، احنا مش لناش مسؤوليه ولا كده خالص، مش احنا السبب في ان هو مثلا ادمن حاجه في الفندق ولا كده، هو نفسه كان مدمن. وطبعا الزوجه دي كانت بترد وهي مش قادره خالص تتكلم، وماكمان يعني برأ نفسه وبرأ شركته باحقر طريقه ممكن تتخيل. اللي معانا بعد كده ديمون دالاس بيج نانسي جريس سنه 2014. الاعلامي التقليدي بيجي يتكلم عن المصارعه كده، فدايما بيبني كلام افتراضي من غير ما يفهم اللعبه بجد. فالفجوه دي ظهرت واضحه قوي في بدايه 2014 لما ظهر ديمون دالاس بيج في برنامج نانسي جريس بعد وفاه التيميت وورير. بدل ما الكلام يكون عن حياه الراجل وتاريخه، نانسي جريس دي صممت تاخد الحوار لسكك تانية خالص، زي ادمان المنشطات والوفاه المبكره للمصارعين. وفي لحظه عرضوا قائمه على الشاشه باسامي المصارعين اللي ماتوا، وكانوا بيلمحوا منشطات هي السبب. وبرضه ان كان اللي مات ده ما ينفعش يعني لازم تحترم انه مات، فاهم؟ فالقائمه دي كان فيها حد زي اون هارت اللي مات اصلا بسبب وقعه مأساويه من فوق الحلبه، يعني الشركه هي المسؤوله، ومصارع تاني اسمه مارك كيرتس اللي مات بالسرطان. فالناس مش عارفه بيتكلموا عن ايه، بيقول لك منشطات وجايبين ناس غلط اصلا. فالاخطاء دي وتوقيت العرض عملوا موجه غضب رهيبه جدا، فدي بي كان باين عليه ان هو مش مرتاح خالص، وبعد كده قال ان هو حاسس ان نانسي دي عملت له كمين. وفي بودكاست 2016 قال لك انا ما شفتش الجرافيك ده قبل الحلقه واتفاجئت بيه على الهوا زيكم، وقال انها كانت لطيفه ورا الكاميرا، بس اول ما الهوا فتح بان الوش التاني. وعلى فكره وقتها طلع هاشتاج اسمه الغوا برنامج نانسي جريس وطلع ترند. اللي معانا بعد كده جولدست وكونان اوبراين. في اغلب الاوقات اسئله الصحفيين الغريبه دي هي اللي بتبوخ القعده، بس ساعات المصارع هو اللي بيقلب الترابيزه ويخلي المذيع مش عارف ينطق. شخصيه جولدست الحقيقيه دي شويه والجريئه في نص التسعينات كان من اكتر الشخصيات المثيره للجدل في تاريخ المصارعه، وساهمت في دخول الدبليو دبليو اف عصر الاتيتيود. الشخصيه دي نجحت لدرجه ان الاعلام الكبير بدا يهتم بيها حتى بره المصارعه. فجولدست طلع في برنامج اسمه كونان اوبريان في مارس سنه 96. الحلقه قلبت فوضى فجاه، اللقاء كان ترويج لماتشه ضد رودي بايبر في راس المنيا 12، والمقابله ماشيه كويس عادي وبيحكي عن تاريخه وبتاع، بس الامور باظت فجاه لما جولدست رفض يخرج بره شخصيه الكيفيب او الشخصيه بتاعه المصارعه عموما. فضل يقول ايحاءات كتير جدا صريحه قوي جنسيه ويسالوا اسئله غريبه عن المايك وكده، فكنا نحاول نلم الموضوع يقول له احنا على الهوا اللي بتقوله ده غلط، بس كان باين ان الكلام عدى الحدود في برنامج توك شو. لحد النهارده الناس بتتحاور هو الموضوع ده كان متفق عليه ولا لا، لانه على فكره يا جماعه الراجل ده بعد كده اتمسح بيه ببلاط يعني. بس على فكره يا جماعه مره سيس رولينز مثلا كان طالع قريب فقال للمذيع انت بتتريق عليا وبتاع ومشي، بعد كده رجع تاني وطلعوا بيهزروا، بس زمان ما كانش الموضوع ده منتشر، وعلى الاقل كان هيقولوا ان هم متفقين. اللي معانا بعد كده رودي بايبر وبيل ماهر. رودي بايبر كان اسطوره على المايك، وهو اللي علم سين بانك المصارعه اصلا وحببه فيها يعني بالمعنى اصح. ولما قعد في برنامج بيل ماهر سنه 99 مع اساطير زي ستينج والون دا بليز وبوبي هينن، كان طبيعي تولع. بيل ماهر ده فضل يسال المصارعين ويقول لهم انهم فيك اصلا ويمثلوا، والمصارعين ما بيتعوروش بجد. ووسط ما كل كان متغاظ رودي بايبر خد خطوه بعيده شويه، في لقطه صدمت الجمهور راح قلع البنطلون ووراهم شريحه المعدن اللي في حوضه، وشاور على حته مكسوره في الحوض، وكل دي اصابات في الحلبه. وبعد كده قال له بقول لك ايه، اديك شفت بقى، روح بقى قول لعيله اوين هارت ان المصارعه فوتوشوب وفيك، اهو ده واحد وقع من فوق الحبل نزل ميت على طول، هتقول له ايه بقى؟ وقفل الكلام ومشي. بايبر كان دايما جاهز يدافع عن لقمه عيشه، وبيل ماهر عرف ده بالطريقه الصعبه بصراحه اللي هو المذيع. المعلومه بعد كده فينس ماكمان وبوب كوستا. فينس ماكمان معروف ان هو بيبقى هجومي جدا في المقابلات لما يدافع عن شركته بالذات، زي ما عمل بعد كده في قضيه المنشطات. ولما بنشاف رد الصحفيين ليله موت اوين هارت كان تملي يشوف الاسئله النقديه انها هجوم شخصي وكده، بس اشهر مقابله دي خرج عن شعوره كانت سنه 2001 مع بوب كوستاس. اللي حصل في المقابله دي كان زياده عن اللازم شويه. الحوار بدا هادي وفينس بيتكلم بثقه عن اتحاد الاكس اف ال الجديد بتاعه، والاتحاد على فكره فشل جدا، بس الهدوء ده ما كملش لان كوستاس شكك في شرعيه الاتحاد ده اصلا،
وقال له انت باي حق تعمل اتحاد بره الدبليو دبليو اصلا، وده يخلي الجمهور عموما ما ياخدوش الشركتين بجديه. وكوستاس ده بدا يزود قوي في حته الملفات القديمه زي اون هارت اللي مات، والمشهد المقرف لما فينس ماكمان اكبر تريش ستراتوس تقلع وتهوى زي الكلب. ففينس ما كانش متوقع ان هي تبقى كده، واللقاء قلب صراع وقوه وخناقه بصوت عالي، وكل واحد بدا يقاطع التاني. وفي كتاب نزل سنه 2021 فينس ماكمان حكى فيه عن ان هو اتضايق فعلا من اللقاء ده، وقال المقابله باظت من الاول لان الراجل عمال يقاطعني وداخل مشحون ناحيتي. قال لك يا ريت طوله ما كانش متر ونص ووزنه 60 كيلو، لو كان طوله متر و90 ووزنه 130 كان يستاهل ياكل علقه موت، انما هو كده ما فيهوش خبط اصلا. لما انا بعد كده عبد الله ذا بوتشر 2009 كان معروف ان هو من اعنف واشرس المصارعين، ودايما ما بيفصلش بين التمثيل والحقيقه حتى في اللقاءات العامه. فالسمعه دي ظهرت في 2009 لما طلع في برنامج صباحي اسمه داي تايم اوتوا عشان يروج لعرض مصارعه، برنامج كندي يعني. المقابله الروتينيه دي قلبت رعب بجد لما عبد الله فجاه هاجم على المذيع كان اسمه ديريك فاج، وطلع الشوكه اللي هي السلاح المشهور بتاعه وعور بيه راس المذيع بجد ودمه نزل. ورغم ان الهجمه كانت متفق عليها كشغل ترويج، بس التعويره عدت الحدود خالص، ما كانتش في الحسبان. الموضوع دخل فيه محامين من الطرفين، والمذيع قال بعد كده انه ما كانش موافق على الحركه دي واتفاجئ تماما اصلا. اللي معانا بعد كده هوجن وريتشارد بليزر. الحاجات دي مش بس كانت بتحصل مع مصارعين مجانين او قنوات صغيره. قبل كده من 20 سنه في برنامج كده مشهور حصل حادثه صعبه مع هالك هوجن. ما كانش سر ان اول عرض راس المانيا كان رهان كبير جدا لفينس ماكمان ومستقبل شركته واقف عليه، بس كان بيضغط بكل قوته في الاعلام. عشان كده طلع هالك هوجن ومستر تي سنه 85 في برنامج اسمه هوت بروبرتيز، تمام، اللي بيقدمه الكوميديان ريتشارد بليزر. المقابله بدات عادي، بس بليزر فضل يلح على هوجن يوريه حركه مصارع عليه، اللي هو باللي مش انت مصارع وريني نفسك كده. ومستر تي حاول يمنع الفكره وقال له بلاش يا ابني هوجن غشيم، بس بليزر صمم وقال له يلا يا عم بنهرج عادي. فهوجن وافق في الاخر، وقف ورا بليزر وعمل له حركه خنق اللي هي فرونت شين لوك، ودي حركه ممكن تقطع الدم عن المخ لو اتعملت بغشوميه. وفي ثواني جسم بليزر ده ارتدى وهوجن سابه، فوقع على ارض الاستوديو وراسه خبطت هبده جامده قوي. الاستوديو سكت ومحدش عارف الحقيقه، ومستر تي حاول يهزر يقول له ده يا جماعه بياخد تعسيله عادي، الراجل بس ضربه وجعته. بس هوجن كان مرعوب بجد، وبعد كام قلم على وشه بليزر فاق من الاغماء ده وهو دايخ، وطلعوا فاصل اعلاني بسرعه. الموضوع ما كانش هزار، الاسبوع اللي بعده بليزر ظهر بربطه على راسه وقال لك انه احتاج اكتر من 100 غرزه خياطه، ورفع قضيه على هوجن طلب فيها ب5 مليون دولار، بس القضيه اتسوت ورا الكواليس بمبلغ ما اتدفعش علني. المعنى بعد كده اندرتيكر وفيدر. حصل مع اندرتيكر وفيدر كان غريب قوي سنه 97. الشركه بقت توسع عالميا كده، وفي جوله في الشرق الاوسط طلع اندرتيكر وبيج فان فيدر ده في برنامج صباح الخير يا كويت عشان الدعايه يعني. الامور باظت من الاول لما مذيع بسام العثمان سالهم هو انتوا شايفين المصارع تمثيل ولا؟ فتيكر اتضايق جدا، بس كونه بطل الاتحاد وقتها مسك نفسه ورد باسلوب حلو قوي، قال له لا ده في مجهود بدني وسفر واصابات. انما فيدر بقى ما استحملش الاهانه دي، وراح قالب الترابيزه في وش المذيع وقرب من وشه وفضل يزعله ويهدده بالضرب. شرطه جت الاستوديو قبض على فيدر ده واتحبس 10 ايام واتغرم ب $16 بس، ويتقال حتى ال 10 ايام دول قضاهم في فندق 5 نجوم مش في زنزانه يعني. بس الدبليو دبليو بعد كده استخدمت لقطه القبض عليه دي على الشاشه عشان تبين ان هو راجل جامد وبيخاف. وبعدين بعد كده راندي اورتن 2009. مش سر ان راندي اورتن كان عنده مشاكل مع عصبيته في اول مسيرته، خصوصا ان هو بقى اصغر بطل عالم في تاريخ المشاركه وهو لسه عيل صغير، فما يعرفش يتعامل مع الشهره ويتغر، وده تسبب في وقفه كذا مره ودخوله برنامج لعلاج الغضب. في 2009 هو بطل الاتحاد. كان في جوله كده في المكسيك طلع في مقابله، الحوار بدا بهزار واسئله عن بيفطر ايه وبتاع، بس المذيع قال له بهزار هو انت شكلك كده فافي او بتبوظ بسرعه يعني بسبب الاصابات الكتير اللي جات لك. فاورتن اتضايق جدا وتعبيرات وشه اتغيرت، وقام قايم من مكانه وناتش النضاره من على وش المذيع ورماها، وقال له بقول لك ايه، مش انا هش وضعيف ممكن اديك بالدماغ دلوقتي اضربك لو مشيتش من قدامي. فاللقطه دي بقت حديث الصحافه في المكسيك، واكدت ان اورتن شخص مش متوقع وخطر بره الحلبه حتى. لما انا بعد كده سابل وتشاينا في عز عصر التيود ايرا، سابل وتشاينا كانوا اكتر نجمتين في الشركه واكبرهم بجد، ورغم الكاريزما كانوا عكس بعض تماما في كل حاجه. سنه 99 التاتش اللي بينهم طلع للعلن قبل راس المانيا 15 بكام اسبوع، طلعوا مع بعض في برنامج اوف ذا ريكورد عشان يروجوا للماتش، بس اللقاء قلب بخناقه عشان نسوان الشوارع بجد. المذيع سال تشاينا قال لها هو انت ليه ما بتتحديش سابل على الحزام ده؟ تشاينا قالت عادي الموضوع مش فارق معايا واقدر اهينها في ثانيتين عادي. فسابل ردت وقالت انت ازاي تقولي كده، احنا ما لعبناش بعض اصلا، ايه بتحلمي يعني ولا ايه؟ شاينا قالت لها انا قدك مرتين في الحجم، بصي الاول كده للمنطق واتكلمي. فسابل رمت جبهتها كده قالت انا بتعب في التمرين زيك وما بحقنش جسمي بحاجات تانية زي ما بتعملي المنشطات اللي واخداها دي. فتشاينا اتعصبت جدا وقالت لها ما انت عامله عمليه تجميل وسيليكون وزرع هنا وهنا. فالاستوديو ولع والمذيع قطع وطلع فاصل بسرعه قبل ما يمسكوا في شعر بعض، والخناقه دي اكدت ان الناس دي فعلا ما بيطوش بعض. المهم بعد كده بيك شو واندرو جرين. المقابلات اللي بتبقى دايما مكتوبه ورا الكواليس او السكريبتد المفروض تكون يعني امن حته، بس ساعات بتفلت برضه. بعد ما بيك شو خسر حزام وزن تقيل ضد البرتو ديل ريو في رامبل 2013 كان مخنوق بيعمل مقابله ورا الكواليس مع المذيع اندرو جرين عشان يكمل شخصيه العملاق الغضبان. بيك شو مسك جرين ده من لياقته وزقه جامد وفي صناديق المعدات وكده وضربه بالقلم كمان وقعد يشتم ويمشي. الشركه اتعاملت مع اللقطه دي انها جزء من السيناريو، بس الراجل ده رفع قضيه بعد كده وقال ان بيك شو ضربه بجد وبقوه، ده مش طبيعي، ده هو مش مصارع، والموضوع ده سبب له ازمه نفسيه.
واتهم الشركه ان هم بيستغلوا صورته من غير موافقته. الشركه بعد كده نقلت القضيه للمحكمه الفيدراليه، وطلعت العقد لجرين ماضيه وان هو موافق على اي مخاطر جسديه، والموضوع خلص في صمت، بس هو يعني جرح مشاعر الراجل. يعني سيم بانك ومايكل لاندسبرج. في 2014 سيم بانك معروف ان هو دايما اللي في قلبه على لسانه، والسمعه دي مكمله حتى بعد ما ساب الدبليو دبليو اي. ظهر في مقابله 2014 في برنامج اوف ذا ريكورد برضه، وقتها بانك كان لسه سايب الدبليو دبليو اي وطالع يركز على اليو اف سي. بدل ما المقابله تبقى عن مستقبله في الخناق والمذيع يجاريه في الحكايه دي، بدا يصمم ان هو يرجعه لورا ويحكي عن المشاكل في المصارعه، واسلوبه كان فيه تعالي وتريقه. فممكن تنرفز جدا وهزاه وقال له انت باين عليك عايز تعمل لقطه صح؟ انت جايبني ده كله عشان نعمل لقطه على القديم. طب قول من الاول كلامك معايا ورا الكاميرا قبل هوا غير ما تفتح بعد الكاميرا. ايه القرف اللي انت بتعمله دلوقتي ده؟ ووضح ان المذيع عنده غرض عايز يوصل له. واللي معانا بعد كده دين امبروز وستيف اوستن. في 2016 دين امبروز وصل للقمه واخد حزام الدبليو دبليو اي، وهو اول واحد في الشيلد اظن ياخد الدفعه الكبيره قوي دي كيطول بالبطوله. وكمان اليوم ده كان كل الشيلد خدوا البطوله، هو الوحيد اللي خدها في الاخر، هو الوحيد اللي صفصفت عليه. الشركه كانت عايزه تدوس بيه جامد بجد، فطلع يضيف في بودكاست ستيف ويستن. المقابله دي بقت اكتر المقابلات المحرجه وممله في التاريخ. الحوار في الاول كان ماشي عادي، وامبروز بيتكلم عن طفولته الصعبه، بس بدا ستيف ويستن يفتح ملف في ماتشه ضد بروك ليزنر اللي كان محبط للجمهور. فامبروز بدا يقول له على فكره انا بدافع عن الماتش ده، انا كذا كذا واتهاجمت وبتاع. فاوستن كان باين عليه ان هو مش بالع الكلام، فحاول يزنقه بيساله اكتر، بيقول له طب انت ايه اللي مخليك بطل؟ يعني ايه المميز اللي فيك؟ مش فاهم. فامبروز ما كانش عارف يجاوب اجابات واضحه، فاوستن فقد صبره وقال له في وشه انت باين عليك واحد ارتاح ومكتفي باللي وصل له صح؟ مش عايز تحارب عشان تفضل على القمه، شكلك كده ابن يومين يعني. فالكلمه دي قفلت امبروز تماما، وبقيه الحلقه مشيت ميته خالص ومحمله طاقه سلبيه ومحرجه. بعد سنين اوستن اعترف ان الحلقه دي لسه مضايقاه، وقال ان هو اللي عليه مسؤوليه، هو يحملها لنفسه يعني، لانه كمذيع المفروض يظهر ضيفه باحسن صوره، بس هم خدوا سكه غلط وما عرفوش يرجعوا منها. المقابله ما اذتش مسيره دين امبروز، بس بينت ان قد ايه القمه بتبقى حساسه، فعين خسر الحزام بعدها بكام اسبوع. في كلام بيتقال لك ان هو كان شارب اصلا يوم. اللي معانا بعد كده ديفيد شولتز وجون سوستل. يمكن ديفيد شولتز ده او دكتور دي مش اسم رنان قوي في التاريخ المصارعه، بس اسمه اتكتب بحروف من نار بسبب لقطه هزت الاعلام سنه 84. كان في كود مقدس كده في المصارعه اسمه حمايه الشغلانه او الكي فيب، يعني لازم الكل يقتنع ان اللي بيحصل على الحلبه ده حقيقي حتى لو في الكواليس او في حاجه بره المصارعه. شولتز ده كان واخد الموضوع ده قفشه جد جدا في مقابله ورا الكواليس مع مذيع اسمه جون توسل لبرنامج 2020 الشهير. فالمذيع فضل يقول بس المصارعه تمثيل صح مش حقيقيه صح؟ فشولتز ده خرج عن شعوره وقام مدي للمذيع قلمين على وشه طيروه في الارض قدام الكاميرا، والضربه كانت قويه لدرجه ان المذيع جاله صمم دائم في ودنه اليمين ودانه اتطرش. والفيديو ده لف امريكا كلها، والشركه طردت المصارع ده على طول عشان تهرب من المصيبه القانونيه دي. المذيع رفع قضيه وخد تسويه 425 الف دولار، خلينا الرقم سنه 84. وكمان شولتز ده دافع عن نفسه وقال لفينس ماكمان هو اللي قال له ورا الكواليس، هو قال لي اطلع اضرب الراجل ده بالقلم وافصل بقى خليك جوه الشخصيه وكده، وانه ما كانش يعرف المذيع اصلا بشكل شخصي، والقلمين دول هم اللي شهروا المذيع وخلوه غني، فيحمد ربنا. لدرجه ان هو بعد ما خد الفلوس دي راح الوجع راح من ودنه يعني، لكن في الاخر مسيره المصارع ده يعني راح بسبب القلمين دول. دي كانت المقابلات يا جماعه، اشوفكم في حلقه جديده. بصوا يا جماعه ليه الفيديو ده لو خدتوا بالكم هي التفاصيل كتير، العناوين اسف كتير، بس التفاصيل مش يعني جايبه من الاخر، فتحبوا اعمل كده في الباقي وفي نفس الوقت فيديو مدته حلوه ربع ساعه، ولا اجيب بقى اللي هو نفس كل حاجه بالحرف فيبقى فيديو زي ده مثلا يتعمل على جزئين. نكون في حلقه جديده، وصلوا في فيديو 40 لايك ومع السلامه. كان الفيديو يا جماعه انا ادهم مقدم قناه مصارعه، عامل ليكم صاحب على الايفون عايز تكسب وصل الفيديو 40 لايك واختار واحد من الكومنتات. نوعيه القناه هنا كلها عباره عن فيديوهات اخبار، فيديوهات تلخيص عروض شهريه، فيديوهات توقعات وتسريبات. العرض الاسبوعي الوحيد اللي بلخصه بيبقى عرض مسرب مش عرض عادي وخلاص. حاجه تانية معانا ان القناه هنا بتبقى عباره عن في فيديوهات تانية قصص حياه مصارعين، فيديوهات تانية زي مثلا بعمل لك ليست اكتر مصارعين اتصابوا، اكتر مصارعين مش عارف ايه، حاجات زي كده. بتكلم على الاي دبليو طبعا، وبطلع لايفات احيانا في العروض الشهريه. لو انت بتحب محتوى تاني زي ملخصات خش اتفرج عندي في الكومنتات تحت، هسيب لك اللينك اسمها ملخصات من الاخر. القناه دي ان شاء الله مكمله معاك كل يوم فيديوهين. لو عايز فيديو ايا كان مش لازم تشترك في العضويه وكده، قول لي انا عايز فيديو فلاني واعمله لك، ومنورين عندي والله. معنا بس قناه عندي والله بتكبر لحد ما، وانا عندي قناه تانية ملخصات لو عايزين تخشوا تتفرجوا عليها تحت تخشوا، ومع السلامه. لو انت عايز مثلا شايف ان انا بنزل حاجات اباحيه او كده، لا يا جماعه خالص، القناه مش غرضها كده، بس حط نفسكم مكاني لسه ببدا، بحيث ان انا عايز اتشاف الناس اكتر، وده اكتر حاجه بتتشاف. بلس انا ما طلبش مني فيديو وما عملتوش عشان تقول لي مثلا انت استسهلت وعملت اباحه. وحاجه تانية معانا يا جماعه، المواقع والحاجات بتاعت الاباحه الصرف بقت معرضين انكم تشوفوها في اي حته، حتى اطفالنا متعرضين ليها، فما تجيش على قناه انا عاملها. اصلا الافلام مش كل الاطفال يعرفوا يشوفوا ملخصات الافلام، لان مثلا لو فيلم فيه زومبيز، في واحد بيحبس بنته في اوضه، الحاجات دي مش طبيعي طفل يشوفها، فما تجوش تمسكوا في دي بالذات ان انا كده اللي بنشر الفساد. لا يعني اليوتيوب اصلا بتاع الاطفال ده بيعملوا حاجه اسمها يوتيوب كيدز، وفي تصنيف معين،
الالجوريثمز ما بتقترحش لكل الناس اللي هم عايزينه، او الخوارزميات. تاني حاجه معانا يا جماعه، انا لا يعني عملت انواع كتير جدا عادي، بس انا لقيت ده بيتشاف اكتر لحد ما نحقق الربح بعد شهر مثلا، نبدا نشوف بقى الدنيا ايه عباره عن ايه. تمام. عامل ليكوا صاحب على الايفون عايز تكسب، وصل الفيديو 40 لايك واختار واحد من الكومنتات، ولو وصلنا 200 سبسكرايبر اختار واحد بالليل. واشتغلوا كده يا جماعه معايا في السبسكرايبرز والحاجات دي، لان انا لسه بشوف القناه يعني في فيديوهات بتتشاف قوي، فيديوهات لا، ولا فيديوهات اقترحت الاجانب وبتاع. فعلى قد ما نقدر عايزين نكمل القناه بشكل محترم يعني. اشوفكم في حلقه جديده، وصلوا الفيديو 40 لايك، ومع السلامه.